هنعمل بقى كده ان شاء الله النهاردة حمام محشي بطريقة جميلة جدا وسهلة جدا جدا، بطريقة لسان العصفور. شايفين؟ لا بيفرقع ولا اي حاجة خالص، وبيطلع معاكي كأنك حاشية فراخ بالظبط. يعني لما تشوفيه كده قدامك تقولي كأنك حاشية فراخ. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام، واقول لكم طريقة حمام المحشي ايه. اشتريت كده 7 حمامات. كان عند الناس، يعني الناس مربينه، وكان موجود عندهم 7 حمامات. بس وانت بتشتريه تقولوا احنا عايزينه زغاليل صغيرة، ما يكونش لسه طار. جبته بقى كده ونضفته وشلت الزور بتاعه، وكان ما شاء الله كان حجمه كويس قوي. يعني شايفين هو مش باين كمان في الكاميرا قوي، بس هو كان ما شاء الله. واهم حاجة نتأكدي ان الحمام يكون حمام نضيف، ما يكونش فيه جدرة ولا اي حاجة خالص، لان الحمام اكتر اللي موجود في السوق بيكون في جدرة او يكون تعبان، فتأكدي من حد مضمون ان هو كويس. جبته ونضفته، شلت الزور بتاعه وغسلته كده غسيل حلو، علشان الحمام بيبقى فيه نسبة زفارة، وتخلصي من الزفارة خالص. يكون معاكي ليمون كتير وملح وفلفل اسود، وتغسليه بالدقيق الاول. غسلته كده ونضفته وجبته بقى معاكم عشان اقول لكم هحشيه ازاي. وان شاء الله في فيديو تاني هبقى انزل لكم ازاي تذبحيه وازاي تشيلوا الزور بكل سهوله من غير ما تبوظي الزور معاكي خالص، او الجلد بتاع الحمام. وتفتحي فتحه صغيره خالص، بس انك تحشي بيها بس، يعني الفتحه الجزء اللي انا فاتحاه ده يكون فتحه صغيره خالص. وطبعا الحمام ليه حشوات كتيرة جدا، منها الرز الأحمر، ومنها لسان العصفور بالكبد، ومنها برضو الفريك. فإن شاء الله أنا هعمله النهاردة بلسان العصفور. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة كده جبت طاسة على النار، وحطيت فيها معلقة سمنة ومعلقتين من الزيت، وجبت كده كيس لسان العصفور، وهحمره كأنك بتعملي لسان العصفور بالظبط. حمري بقى لسان العصفور كده، عايزه اللون الذهبي الجميل، ما يكونش اللون بتاعه غامق، علشان ما يبقاش مرر معاكي في الاكل. طبعا في ناس كتير بتعشق جدا الحمام المحشي، بس انا من ضمن الناس اللي ما بحبوش بصراحه يعني. فهقلب بقى كده لسان العصفور واهد عليه النار عشان كله يبقى لون واحد. فاهم فكرة في الحمام؟ انك تغسليه كويس من الزفارة، دي اهم حاجة، علشان وانت بتاكليه او اي حد بياكله يكون الطعم حلو وما يكونش فيه اي زفارة. تاني حاجة ان انا هضيف له حاجة كده يقلل من الحموضة بتاعة الحمام، عشان الحمام بيبقى تقيل شوية في الاكل. هنا بقى جبت بصلاية كبيرة كده وقطعتها مكعبات صغيرة. بس انا مش هضيف البصل دلوقتي، بس انا بقولك البصلة دي هتخلي معاكي الحمام حاجة تانية خالص، فمش هتحطيها غير ما تحمري لسان عصفور كويس. بتسكر معايا بقى كده لسان عصفور في الحمام، بيخلي معايا كده زي السكر. اللون ده شوية هقلب كمان شوية عن اللون ده كمان. لو وصلتي بقى لحد هنا من الفيديو ما تنسيش اللايك والشير للفيديو وتفعلوا الجرس، علشان اي فيديو جديد انزله ينزل لكم على طول. وقولوا لي ايه رايكم كده في التعليقات في الطريقه بتاعتي، وجربيها وان شاء الله تطلع معاكي جميله جدا، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. خلاص اللون ده بقى كويس خلاص. هضيف بقى البصله، يعني ما تغمقيش عن كده وما تبيضوش عن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصله يكون كبيره علشان يسكر لي كده لطعم لسان العصفور. هشوح بقى البصله كده مع لسان العصفور شويه. مش هحط اي حاجه لا بهارات ولا اي حاجه دلوقتي غير لما اشوح البصله شويه. انا عايزه البصله تدبل مع لسان العصفور، مش عايزاها لسه مصحصحه كده، تدبل شويه. طبعا الطريقه دي سهله جدا، لان بعرف بنات كتير قوي بتخاف من طريقه حشو الحمام ان هو يفرقع يعني، او ما يطلعش كويس معاه زي ما احنا بنشوفه. بس والله بجد الطريقه دي معتمده، لو جربتيه هيطلع معاكي احلى من بتاع المحلات، واحلى من اللي بتشوفيه كمان في اي فيديو. هنا بقى كنت غسلت الكبد والقوانص حلو بالليمون والملح، وقطعتها مكعبات، وهضيفها بقى دلوقتي اشوحها مع البصله ولسان العصفور. اهو شايفين الكبد بتاع الحمام والقوانص بس. عاوزه تحطي كبد مثلا فراخ ممكن تضيفي، بس انا ضفت الكبد والقوانص بتاعته بس. هشوح برضو الكبد والقوانص مع البصله كده ولسان العصفور شويه.
الوقت بقى هضيف البهارات، معلقة من السبع بهارات، ومعلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ورشة من كده من الشطة. هضيف البهارات بقى كده واقلب لسان عصفور تاني. هنا بقى المعلقة دي بجد والله سحر الحمام، هتضيفيها الحمام هتقلل من الحموضة بتاعة الحمام، عشان زي ما قلتلك الحمام بيبقى فيه حموضة وبيبقى تقيل على المعدة. معلقة السكر بتخلي مفيش حموضة خالص، ضيفيها كده مع الخلطة وهتخلي معاك الحمام خفيف جدا ويقلل من الحموضة. قلب بقى كده مع بعض كله. وهنا بقى هضيف كوباية كده كبيرة من المية. انا مش عايزة لسان العصفور يستوى السوى اللي احنا هناكله، يعني يكون مستوى نص سوا، يعني يا دوبك يشرب كوباية المية واطفي عليه على طول. هنا بقى هغطي عليه واوطي عليه النار واسيبه يشرب الكوباية المية. علشان هو لسه هيكمل سوا في الحمام. هنا بقى بعد ما خد نص تسوية كده بالظبط، شايفين مفلفل ازاي؟ مش عايزاه يكون معجن او يكون مستوي، علشان لسه هيستوي كمان خطوة في قلب الحمام. هنا بقى قعدت كده على الارض علشان احشيه براحتي. انا بحشي من الفتحة اللي انتوا شايفينها اللي انا فتحها الصغيرة دي، وبعد كده بتك بصبعي كده بنزل بحشي الزور. لسان العصفور بقى ممكن تملي الحمامة معاكي، او لا بيفرقع زي الفريك او الرز او اي حاجة، هو بيزيدش وخلاص خد نص السوا بتاعه، فمش هيزيد قوي يعني باذن الله. اهو شايفين كأن والله ما شاء الله الحمام حجم كويس، وبعد ما حشيته بسم الله ما شاء الله الحجم كمان ما شاء الله. طبعا احنا بنشوف في المحلات او في اي فيديو بنقول يعني بنشتاق كده ان احنا ناكله من جماله وشكله. الفتحة تكون صغيرة زي ما قلتلك علشان بالنسبة بقى للتسوية، ممكن بعد ما خلصت الحمام كده اقفل كده الفتحة اللي انا عاملاها دي بسلكات السنان او شيش طاووق. بس انا هنا هعمله بطريقة تانية، انا هلف كل واحدة بورق من الفويل. انا معتمدة الطريقة دي يعني بعمله على طول. حابة انك تنزليه كده في المية زي ما هو كده عادي مفيش مشكلة، بس انا قلتلك هعمله بطريقة حلوة قوي ويطلع زي بتاع المحلات بالظبط واحسن كمان. هنا بقى كده هخلص الحمام كله. شايفين ما شاء الله والله بجد بسم الله ما شاء الله، كأني ماسكة فرخة في ايدي اهو. لو حاجة عندك انجرحت ولا اي حاجة في الزور بسلكة سنان وتقفليها عادي كأنك بالظبط كأنك جلد سليم. انا وريتكم كده واحدة عاملاها بسلكة السنان، انجرح معايا الجلد وانا بعمله بس ولا اكن في اي غلطة خالص. هنا بقى كنت جايبة حلة مية كبيرة حطاها على البوتاجاز تغلي، عايزة المية تغلي الاول على ما كده الف الحمام معاكم. جبت ورق الفويل اهو وقطعته كده اجزاء وكل حمامه لوحدها. ما تضغطيش قوي على الورق، سيبيه كده ياخد راحته علشان هو بيستوي الحمام ياخد راحته في السوى. اقفليه بس من فوق ومن تحت. اهم حاجه ان انا اقفله بس من فوق ومن تحت. وعايزاك وانتي بتلفيه تعرفي البطن بتاع الحمامه انهي اتجاه، يعني تحطوه كله في الطبق على البطن علشان وانتي بتضيفيه برضو في قلب الميه انا عايزه تنزلي بالبطن الاول. اهو بعد ما خلصته كله اعمليه ببيتك بنظافة وبغسيل كويس، ولا تشتريه من بره بسعر غالي ولا اي حاجة خالص، هو بيكلفش كتير خالص. المية اهي غلت اهي، هنزل بقى بالحمام زي ما قلتلك. هنزل بالحمام انزله على بطنه الاول. هنا بقى ضفت جزر وفلفل وبصل وطماطم للمية تغلي كأنها شوربة بالظبط،
حطيت ورق لورا وقرفة خشب وملح وشوية من الفلفل الاسود. بيخلوا برضو الطعم يفرق معايا في الحمام. هنزل بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. هو بيقعدش كتير في السوى، يعني عشان هو صغير في السن ما بيقعدش كتير. هضيف له كمان شوية مغليين من المية علشان انا عايزة المية تغطي الحمام. هو ما اخدش في التسوية بالظبط من ربع لتلت ساعة، ما بياخدش اكتر من كده. واهو بفتحه معاكم اهو بسم الله ما شاء الله. كمان والله الكاميرا ظلماه، وانتي بتفكيه بقى كده تشيلي اي حاجة على جسم الحمام. وجبت طاسة على النار كده وحطيت فيها الزيت يسخن وقوي، وضفت كده الحمام بيطلع معاكي بالشكل الذهبي الجميل ده وبألف هنا. والله بجد يعني مفيش ولا واحدة فرقعت معايا. شايفين الجمال والحلاوة؟ ودي كانت طريقتي في حشو الحمام. فاكرين يا بنات مسلسل فطوم لما كانت بتاكل حمام؟ كان بجد والله وهي ماسكاه كده في ايديها كان شكله بيشهي جدا، وانا حبيته من الشكل وهي كانت بتاكله، بس للاسف انا ما بحبوش خالص وما باكلوش. فشايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين اللون والجمال؟ كأنك بالظبط والله حاطه في الطبق فراخ محشية صغيرة اهو. جربيه بقى بنفس الطريقة بتاعتي وهتدعيلي عليها، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش بقى اللايك والشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزل لكم على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.